النهارده يا جماعه جينا لكم بتحدي جديد، وهو ان انا قررت احترف مكعب روبيك. يعني قررت ان انا اقدر احله باذن الله في 24 ساعه، يعني في يوم كامل. ويلا بينا نشوف هنعمل خوارزميه ايه وهنحله ازاي، وهل هنقدر نحله ولا لا. يلا بينا نشوف كل دوت. الاصفر اللي حوالين المركز الاصفر يبقى زي الابيض، عملتها. ويكون الاحمر مع الاحمر هنا، كل لون مع لونه. هنا اخضر مع اخضر، هنا احمر مع احمر، هنا ازرق مع ازرق. ويلا كانت ظبطت في المرحله الثانيه. احنا وصلنا له بعد الخوارزميه ان احنا عملنا حرف التي هنا تلاقيه مظبوط، حرف التي هنا تلاقيه مظبوط، كله تلاقيه مظبوط، والوش ده كمان مظبوط. يلا بينا ننتقل ده اللي احنا وصلنا له يا جماعة بعد خوارزميات كتير، ومبقاش فاضل لنا غير الطبقة دي بس. كل ده اتحل ما شاء الله. تعالوا يلا نشوف هنوصل للطبقة دي ازاي. انا حوالي اكتر من 30 دقيقة بحل في الوشين دول، وده وبمجهودي. بحاول احل بمجهودي بجد، واحل كويس عشان نشوف المكعب ده هل يقدر حد يحله فعلا ويكون مبتدئ محلوش قبل كده. اخر خطوه في حل مكعب روبيك ما اتصورتش، ولكن والله انا حليت مكعب روبيك كامل ببعض الخوارزميات، وفعلا طلع يقدر مبتدئ يحل مكعب روبيك. وبس كده.